السلام عليكم اخوتي الكريمات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخوتي الكريمات، ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وزر الاعجاب، ضغطوا عليه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب. غادي اخوتي الكريمات في سلسلة فطور رمضان سهل وسريع. غادي نبداو على بركة الله. اولا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادي نحتاجو في المقادير ربعة الكؤوس ديال العنبة من الدقيق الممتاز ديال الحلويات. عملتهم اخوتي الكريمات في واحد الغربال باش نغربلهم. هنا 4 الكؤوس غادي نغربلهم ونرجع معكم. هنا اخوتي الكريمات فينو اي سميد ناعم، كاس لاروب. غادي نحتاج شويه ديال الملح تيبقى على حساب الذوق، وغادي نحتاج الماء العادي ديال الصنبور. اولا غادي نكبو على داك السميد الناعم داك فينو ترطبو بالماء مزيان مزيان. عاد غادي نبدا نخلط في الجميع، ضروري رطبو هو الاول. غادي نبدا نكب في الماء وتنخلط في نفس الوقت. غادي نخلط الكل حتى نحصل على عجين مثل هذا الشكل. هنا راه رطبه اخوتي الكريمات، العجين ما تتكونش تلصق، تتكون غير رطبه. هنا احتاجيت واحد البلاستيك 2 دقائق 3 دقائق، يعني العجين اللي ديتها وجبتها، يعني ما دلكتيش بزاف، 2 دقائق حتى 3 دقائق. جبت البلاستيك دهنته بالزيت، ودابا غادي نعملها في هذا البلاستيك ونخليها تدلك بوحدها، وغادي نخليها جانبا، وغادي نمروا للحشوه مباشره. هنا اخوتي الكريمات عندي الشحم ديال بولفاف. تنوصيكم اخوتي الكريمات ماشي الشحمه ديال الكلاوي، راه ما تجيش زوينه. الشحمه ديال بولفاف تتجي رائعه، سواء في الكفته ديال الحوت، الكفته العاديه، سواء في المعمر، سواء في المسمن ديال الشحمه، في اي حاجه ضفتيها تتعطي لذه خطيره. هنا غادي نحتاج واحد الكميه. بالنسبه للشحمه تنخزنها من العيد ديال الاضحى، تتبقى عندي داكشي اللي تيشط هو اللي تنخبي. هنا طحنت اخواتي الكريمات وجبت 4 البصلات متوسطات الحجم بيضة حتى هي غادي نعملها طحن. هنا حضرت الشحمه، الربيع، البصله، وهنا العجين غادي نوريها لكم كيفاش صبحات. ها انتم اخواتي الكريمات كيفاش ولات، يعني الميكا دلكاتها لينا. داك البصله حطيتها في المقلاة، هذه هي الكميه. رانا طحنتها مزيان اخواتي الكريمات. غادي نضيف عليها داك الشحمه اللي طحنت، الكميه تتبقى على حسب الرغبه ديالكم. ضفت انا يعني تقريبا زلاف اللاروب، وبالنسبه للربيع رانا ضفت تقريبا 5 المعالق كبار. غادي نبداو في التوابل. ضفت شويه الهريسه على حساب الرغبه ديالكم، نصف ملعقه صغيره ديال الملح، راس معلقه صغيره ديال الفلفل اسود اي ابزار، معلقه كبيره ونصف ديال التحميره حلوه. غادي نضيف معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون. غادي نضيف نصف ملعقه صغيره ديال الكمون، وغادي نضيف الملون. غادي نخلط الجميع ونعملو مباشره فوق النار. النار اللي تكون عاديه، ما تكونش مجهده اخواتي الكريمات، ضروري تكون عاديه حتى ينسجموا العناصر كامله، ونقصوا عليها ونخليوها حتى تنسجم داك البصله طيب لينا. غادي نغطيها اخوتي الكريمات بغطاء ونخليها من بعد ما نقصت عليها النار. هنا اخوتي الكريمات عملت العجين كويرات، يعني 5 كبار و5 صغار، وخليت مغطين بالبلاستيك. بالنسبه للحشوه ها انتم اخوتي الكريمات راه طابت، غادي نخليها جانبا حتى تولي دافيه. وهنا غادي نوريكم واحد التحليه اللي خطيره، فيها 3 البرتقالات، تفاحه، بنانه، جزره اي خزوه، شويه ديال الكركاع، شويه ديال الزبيب، كان عندك اللوز استعملي، كاع اي حاجه جافه عندك استعمليها. غادي نمروا دابا اخوتي الكريمات المسمن ونرجعوا للتحليه. هنا اخوتي الكريمات من بعد ما ولات الخليط دافي، ماشي سخون، دافي اخوتي الكريمات، غادي نجيب الكره الصغيره هي اولا وندهن سطح العمل بالزيت.
راها سهله اخوتي الكريمات. العجين من بعد ما رطابت يعني تتمشي معاك بسرعه، ما غاديش تحتاجي لي انك تستعملي معاها يعني القوه. غادي نجيب من الخليط وندهن. غادي نجيب الجانب الاول نطويه وشويه ندهن بالزيت، ونجيب الجانب الثاني كذلك مسمن العادي تنطويه كيف المربع. وغادي نحطها اخوتي الكريمات جانبا. غادي نجيب الكرة الكبيرة وكذلك حتى هي غادي نسرحها. الى لاحظتوا العجين تبارك الله راه غاديه معايا عطياني الطوع. هنا تندهن مره يديا بالزيت ونمشي معاها. غادي نجيب الحشوة اخواتي الكريمات مره اخرى حتى هي ندهنها. هاد الطريقه ديال هاد المسمن فجربوها اخواتي الكريمات تجي رائعه. بالنسبه للجهه اللي فيها الطويات تنديروها لتحت، والجهه اللي تتكون رقيقه هي اللي الفوق اللي غادي نطويو عليها، يعني عكس ديال الثانيه اللي غنديرو. تنحاول نقاد باش تجي مقاده ونحطها جانبا. جبت الكره تاني الصغيره غادي نسرحها. رانا مسرعه لكم الفيديو باش ما نطولش بزاف باش تاخدوا فكره. وهنا جبت الخليط ديال داك الشحمه والبصله والربيع، دهنت به الكريه اللي سرحت، وغادي نبدا نطوي مره اخرى. بهذا الشكل اخوتي الكريمات. نجيب الكره الكبيره وغادي نسرح مره اخرى بالاستعانه بشويه ديال الزيت اخواتي الكريمات. ما تستعملوش اخواتي الكريمات الزبده، غير الزيت. والزيت راه ما تستعمليش بزاف. هنا من بعد ما سرحتها غادي نجيب ثاني الخليط مره اخرى وغادي ندهنها. بالنسبه للكميه اللي عطاتني 5 يعني القرصات كبارات. هنا غادي نجيب الكره هاد الصغيره ونحطها الوسط ونبدا ندهن وانا تنطوي. بهذا الشكل وتنصيب. غادي نحطهم جانب ونخليها تترطب. نكملوا الكميه الاخرى اللي باقه. هنا من بعد اخوتي الكريمات ما رطابت تندهن البلاصه بالزيت، وهنا عامله المقله تتسخن. غادي نحاول معاها غير بشويه باش نسرحها باش ما تقطعش لينا وتخرج لينا الحشوه برا. مره تنقلبها باش تبقى ماشيه معايا. غادي نكمل اخوتي الكريمات. وهنايا راه المقله سخنات، رشيتها بالقليل من الزيت. من بعد ما سرحت المربع مزيان داك المسمنه غادي نجيبها ونحطها مباشره ونحاول نقاد. الا كانت
يعني دارت شي جنيبات دارو. وبالنسبه للنار تتكون متوسطه، ما تكونش عاليه، بغيناها متوسطه، غير تتنشف لينا من الوجه السفلي اللي في المقله تنقلبها الوجه الفوقاني ونغطيها بالتبصيل باش طيب لينا من الوسط. ما بغيناش حنا تشمع لينا عامل الجهتين والوسط ما يطيبش، لا، بغيناها طيب حتى من الوسط. علاش تنغطيها بالتبصيل؟ هنا التبصيل اخواتي الكريمات راه ما وريتوش ليكم. غادي نقلبها مباشره ونجيبو رشيت بشويه ديال الزيت، وهنا قلبت اخواتي الكريمات. وهنا غادي نستعين بداك التبصيل باش طيب ليا من الوسط، وغادي نكمل بنفس الطريقه. هنا اخواتي الكريمات مني طابت، هانتوما الشكل ديالها، اللون ديالها ذهبي غزاله يعني، والمذاق رائع. غادي نكمل البقيه. هنا اخواتي الكريمات دزت للتحليه باش ما طولش عليكم. كملت الكميه ديال المسمن كامل. هنا احتاجيت البنانه، تفاحه، جزره، والعصير ديال 3 الليمونات. جبت هنا كؤوس ديال التقديم، استعملت 3. اول حاجه استعملت خيزو اللي حكيته في الحكاكه رقيقه وعملته كقاعده في الكاس، وحاولت نضغط عليه باش يبقى لينا مقاد. تقدري تضيفي كميه كتيره تيبقى على حساب افراد الاسره ديالك. هنا غنجيب داك البنانات اللي مقطعاهم دائريا ونحطهم جانبا على الكاس باش يعطيوني واحد التزيين اللي غادي تشوفوه في الاخير كيفاش هذاك التزيين جا رائع وخطير. داكشي يعني اللي بسيط تقدري ترجعيه شي حاجه راقيه. وهنا التفاح حطيته في الوسط اللي مقطع مربعات صغيره. غادي نجيب شويه ديال الزبيب اللي غنحاول نقطعو حتى هو صغير ونرش بيه كذلك. تنحاول نجيب لكم شي حاجه اللي بسيطه وفي نفس الوقت تكون راقيه في المنظر وحتى في المذاق تجيكم طب ورائعه. فنتمنىكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي وقناتي مع حبابكم وصحابكم وكل المعارف ديالكم، وما تنسونيش من تفعيل الجرس باش يجيكم اي جديد. هنا اخوتي الكريمات داك العصير كبيته الوسط، الا لاحظتوا بان حتى حاجه ما تحركت، داك القاعده ديال الخيزو بقات في نفس بلاصتها، البنان الدوائر بقاو في نفس البلاصه. هنا غادي نكمل الكؤوس الباقيه كذلك. هذا هو الشكل الثاني، الكاس الثاني. وبالنسبه للكاس الثالث فما تيبغيوش البنان، فزولت البنان وعملت غير التفاح والزبيب والقرقاع هو اللي زوقت في الاخير من بعد ما كبيت عصير ديال البرتقال. بالنسبه للعصير حليو اخواتي الكريمات قبل ما تضيفيو، فما تنسونيش من الاشتراك في القناه اخواتي الكريمات وتفعيل الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب. هذه هي المائده ديال الافطار ديال اليوم.